اللي يحب النبي يصلي عليه. النهارده معايا فسيخ، ومش اي فسيخ، ده تمليح ايدي. ابويا بيجيب السمك صغير كده قد عود الكبريت، ويفرش له حبة رملة تحت السرير، ويشخ شوية مية كده ويتلقوا فيهم. قوم السمكة كبرت وربربت، رحت مملحاها اهو. هو السمك دي تمليح ايديا، شايفين احمر وجميل ازاي. الورقة التانية دي بقى انا شارياها فيها فسختين عشان نجرب برضو، نعرف تمليحي احلى ولا تمليح الراجل. وهنقول لكم بصراحة ان ده احلى ولا ده احلى، انتوا عارفيني صريحة جاوي. فهنصفيه من المية بتاعته كده، وهنحطه في الجروانة، وبعد كده بقى نشوفه هنعمله ايه. بس السمكة سمكة صراحة، انا شم الريحة يعني غريبة وفظيعة. بقالي ياما ما ملحتش فسيخ بالحلاوة دي. السمكة طرية، السمكة قدام عاملة زي العيش الفينو كده، تعرف الجودة عالية بتاعتها. فان شاء الله هيطلع حلو قوي. انا اصلا واثقة من نفسي ان انا تمليحي هيطلع احسن من تمليح اي حد. شايفين السمكة؟ تحس انها عيانة كده، هفتاني، مش عارفة. المهم هنفتح دي كمان ونشوف ايه اللي جواها. هما سمكتين اتنين بس زي العسل. هنفتح كده ونوريهم لكم. الواحدة تيجي 10 كيلو السمكة، ودماغها غريبة جو. تحس ان السمكة ليها كده مش دماغ، ليها لية. دماغها عاملة زي حتة الدهنة كده. مش معقول هو ده الفسيخ يا بلاش، ريحته جميلة جاوي. انما اللي انا مملحاه ريحته رمي، وريحته مش كويسة خالص، انا قرفانة منه. لكن التاني ده جميل، عليه ريحة حكاية. والله ما يتفتح ويتعصر عليه ليمون مع بصلاية كده، الدنيا هيبقى شكلها ايه. ده انا هناكل لما نشبع النهاردة. يا سلام. لا، والسمكة تقيل، السمكة الحلوة تبان من تقليه. هنروح بقى نوريكم واحدة من تمليحي أني. تمليحي برضو خلي بالكم، تمليح برضو مش قليل، حاجة جميلة برضو هتعجبكم. وهنفتحها لكم كده اهو. ياه بطروخ اهو، دي فيها بطروخ. السمكة لما تبقى الفجاجرة بتاعتها عالية كده تعرفوا ان جودتها حلوة. مش عارفة بطنها فيها خرا ولا ايه، دي وسخة جامدة جو. سمك مسمى، مش ممكن يكون عدام السمك دي. يا ساطر، ايه الحبر اللي جواه دي؟ بنفتح صبيضني. بس هنفتحها برضه وهناكلها برضه، حتى لو مش فيها طينة، لو فيها خرا هناكل. شايفين الفص وردي ازاي؟ اي فسخاية تلاقوها لونها وردي تعرفوا ان هي فسخاية عالمية. وهنشيل الشوكة كده منه، شايفين الجمال؟ يا لهوي على الفص وعلى حلاوته. مستيكة دي نضيغش الضيغة دي. يا خرابي على الطعم، يا خرابي ما نقولكمش. اي نعم هي مجلحفة شوية وطلعة حدقة ملح، الظاهر عليا زودت لها الملوحة، لكن برضو حلوة وتتاكل ويتشرب وراها مية، والواحد يطخ كده ويليخ. الله، الريحة جميلة والطعم جميل. أنا منقول لكم بحق ربنا ده اللي أنا حاساه. مش مشكلة الريحة بقى مدية على ريحة زفرة شوية، لكن مش مشكلة. أهم حاجة الطعم. الطعم بصراحة ضرب في نافوخي، طعم حلو قوي. هي أي حاجة مملحة بلا استثناء يعني بتبقى جميلة قوي. وهنحصر عليه ليمونة كده وندوق برضه ونقول لكم. لا لا، بالليمون حاجة تانية، بالليمون حاجة تانية. وفتحت واحدة تانية يمكن نلاقي فيها حاجة غريبة برضو. لقيت برضو فيها البطارخ، بس بطارخ ايه حكاية جامدة جاوي. البطارخ ديت ولا هي معضمة ولا إيه؟ ده حاجة جامدة جاوي زي الطوب كده، كأني لقيت مسمار حديد جواه. ما نعرفش الفسيخ ده عامل كده ليه بصراحة. وبعدين جبت واحدة بقى من اللي أنا شارياها وكعة فيها فلوس، دي مدفع فيها فلوس دي، مش كده. شايفين؟ يا سلام. بصراحة اللون بهرني، اللون بينك كده حنين كده. ولا الفص زي الزبدة، التاني ناشف، لكن دي زي الملبن بالظبط، كأنه مرهم، كأنك بتغمسي في قشطة. وخدت غموسة قشطة كده، خموسة فسيخ من اللي هي، وهنحشرها في زوري كده ونقول لكم الطعم عامل ازاي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الريحة والطعم حقيقي غير التاني خالص. هو ده السمك وهو ده التمليح بصحيح يعني.
ده انا نفتكر مرة ملحنا فسيخ كنا في شم النسيم، بس فسيخ ايه عالمي، ورحنا متربسين على نفسنا البيبان، خفنا الجيران تشمنا، ومش بس الجيران، كانت مرات خالي ساكنة يمنا على طول ومرات عمي. جم بقى ايه، امي صحت من النوم هي وابوي، قالوا نروحوا البحر ولا ناكلوا الفسيخ الاول، قلنا لا نتغدى الاول. راحت امي فاتحة الفسيخ، وابويا قال البطاطس والليمون والبصل اشتغل، وابويا تربس البيبان علينا بالترابيس الحديد كلهم. جم مرات خالي ومرات عمي شموا من تحت عجب الباب كده، لقوا ريحه فسيخ، راحوا رايحين لمين عيالهم وجايين يخبطوا على الباب، يضجوا على البيبان وعلى الشبابيك، احنا عملنا نفسنا مش سامعين، راحوا مطيرين الباب زجينه. كان ابويا بسرعه اخد بعضه في دقيقه وراح لافف ورقه الفسيخ في شوال وراح زجيجها تحت السرير. دخلت مرات خالي تنقع بالصوت، ايه الريحه اللي قلبت الدنيا دي، انت عندكم فسيخ؟ امي قالت لها لا والله يا اختي، ده عيالي في الحمام بيشخوا خرا. قالت لها لا ده مش ريحه شخاخ، ده ريحه فسيخ. ابويا قال لها ما قالت لك ما عندناش فسيخ يا مرانتي؟ قالت له ايه، طب وسخ كده. وراحت داخله تدور تحت السرير بقى وتحت الدواليب وتشمم وتلحس بلسانها في السجاده، هتموت في قشر رفيع واجع مننا كده ملموم عليه الدبان، هتنجان الريحه قلب الدنيا. امي قالت لها ما نقول لك ايه يا وليه، انت لمي عيالك يلا وامشي من هنا عشان احنا هنغير هدومنا ونروح البحر. الوليه قالت لها عليا الطلاق، ما انا طالعه من الدار غير لما تديني في سخايه من اللي انت مملحاها. امي قالت لها في سخايه ايه يا وليه، مضروبه في دماغك انت، ما قلت لك احنا ما عندناش فسيخ. راحت جايه لامي والابيه، طب صبركم عليا كده وانا هنوريكم ملاحين فسيخ ولا لا. والوليه قعدت تزحف على بطنها وراحت متزفلطه داخله تحت السرير، شمت الريحه انسعرت، وصلت لشوال الفسيخ راحت جره وطالعه بيه، وراحت فجره الكيس وراحت ماسكه الكيس قعدت تاكل في الفسيخ من جوه. راح ابويا سحب اللوح بتاع السرير ونزل على جدور رقبتها، فضل يضج فيها لحد ما عماه. وهنطلع معاكوا شويه البطاطس وهنجيب صاجه كده ونحطها على النار ونشوف فسخايه حلوه كده ونعوصها شويه ردي ونشويها. الله على الفسيخ المشوي دي، ابويا زمان ما كانش يفطر الا بيه، كان يقول لامي قومي يا مره شوي لي فسيخه، امي تسمح كده ترجع بالصوت لا، عشان الفسيخه لما تتشوي بتطلع دخان تقيل قوي، كان يطلع على صدري انا واخواتي واحنا صغيرين نفضلوا نصرخوا ونعيطوا، بيليس على رقبتنا ما نعرفوش نتنفسوا ونفضلوا نزرطوا. وامي بقى تتعارك مع ابوي، انت عايز تموت العيال يا راجل، يقول لها يموتوا والله ينحرقوا، المهم ناكل الفسيخة المشوية. وبصراحة عنده حق، لان لما بتتشوي بتبقى طعم تاني خالص. شايفين هنوريكم فصها من جوه بيبقى عامل زي جلوط الفتوة، شايفين الفص عامل ازاي، فص جميل بينشف شوية كده ويدي بزرقان، بس بيبقى زي فص التوني، لو عملتوه هتناموا كده ولا نومة المجنونة. شايفين الطعم، يا خرابي يا خرابي، مع حتة بصلاية كده بيدي طعم تاني، ومبطرخة برضه وبتبقى سمينة وزي البراية المشوية بالظبط. ودي بطيخة بقى أنا مش شرياحة، ده أنا جماعة جابوها لي هدية. كان عندنا واحد جوز خالتي كان ميت بقاله 3 شهور، وكان اكل بطيخايه قبل ما يموت ببذره. قوم لما مات يا عيني دفنوه، البذر اللي بطنه زرع وطلع يتلصبح 8 بطيخات. راحوا جايبين لي بطيخه منهم اهي هنقطعها، انا خايفه يطلع منها عفريت، يطلع جوز خالتي قاعد فيها ولا حاجه يدعس عليا ياكل الفسيخ ده مني وانا جعانه. بس مش هنسيبه لو عمل كده، اطلع يا جوز خالتي من البطيخ، وانا هنعلمك الادب دلوقتي، انا ما منخافش اهو. هنفتح ونشوف بقى. يا ما طلعش جوز خالتي، ده طلع بطيخ احمر زي الدم، ده كأنها لحمة حمرا. يا سلام على البطيخة، مش مرشوشة، بطيخة واحد ميت بقى، جميل. يا سلام شوطة في حلاوة، شايفين عاملة ازاي، دي حلاوة المولد دي يا ناس، دي لحمة عايزة تتسلق وتتعمل شوربة. هنقطع لي كذا حتة منها كده، لأن البطيخ يحب الفسيخ والفسيخ يحب البطيخ، يبرد على قلب الملوحة برضو اللي أنا هناكلها دي، لأن عندي الكلى بتاعتي ما بتستحملش الحادق أبدا، إن ما كنتش ناكل 7 8 فسيخات كل يوم الكلى بتاعتي تبوظ، لازم ناكل ملح برضو عشان نغذي نفسي.
ودي بطيخة ميتين برضه، امال ايه؟ مش بطيخة حد زريحة كده، دي طالعة كده رباني، بتبقى حمرا وجميلة. انما الناس لما بتزرع البطيخ بيحطوا له رش، والرش بيخليها تبقى مرغية كده ومش مرملة. لكن دي جميلة برعاية العفريت، بطيخة حكاية زي شطف الحلاوة، جميلة جاوي. هنقطعها بقى شطف كده مكعبات عشان نزلط على طول نطفي نار الفصيل. ده انا هنفسي فيصل النهارده بسبب الملوحة ديت نتن.